والتي تصدت لها سوريا بكل اقتدار. الياسمينة الزرقاء اسم لخطة مخابراتية أمريكية بدعم عربي خليجي لإسقاط النظام السوري. مؤامرة سلطت تلفزيون الدنيا ومواقع إلكترونية عديدة الضوء عليها، وكشفوا كيف تمكنت سوريا من كشف خيوطها والتصدي لها. قد يسأل البعض لماذا العودة للحديث عنها؟ ذلك لأن أطراف التآمر على سوريا وبعدما تأكدوا من فشلهم الذريع في النيل منها ومن صمودها أعادوا إحياء هذه المؤامرة، لكن بخيوط جديدة، بيد أن الكفة السورية جاهزة لتصفع مجددا وكالة المخابرات الأمريكية CIA وشركائها. يتساءل موقع جهينة نيوز الإلكتروني عن سر زيارة مفاجئة لرئيس CIA ديفيد بيتريوس لتركيا، والتي أرغمت أردوغان على تغيير مواعيده. نكسة كبرى تعرض لها الأمريكي أرغمته على إرسال بيتريوس لتركيا، فما هي؟ تقول المعلومات إن الخلايا المسلحة النائمة في سوريا فشلت بتنفيذ الأوامر الأمريكية باحتلال مناطق كاملة في حمص وإدلب وحلب، وهذا يعني أن خرقا أمنيا قد حدث. وفي التسريبات قدم الأمريكيون للأتراك وثائق تشير إلى تورط طرف تركي ما وتقاعس حكومي عن حماية ضباط عرب وأجانب اعتقلوا داخل الأراضي السورية، بينما عبر الأتراك عن غضبهم من التخبط الأمريكي الفرنسي وانقسامات مجلس اسطنبول. يقول المصدر إن نجاح سوريا بإبطال مفعول عمل أمني كبير انعكس على التحالف المضاد لسوريا، وبدأت معالم تصدع هذا التحالف الذي بدأ كل طرف فيه يبحث عن مخرج لتورطه، خاصة مع تباشير انتهاء الحسم الأمني، ما يعني أن الصراع بدأ يخرج من سوريا إلى حضن الدول المتآمرة وخاصة منها الجانب الأمريكي. ورغم الإخفاق يتواصل استيراد المقاتلين المأجورين لتصديرهم إلى سوريا، وهذا موقع فولتير الفرنسي يؤكد أن المئات من مقاتلي القاعدة الليبيين الذين وصلوا إلى الأردن بذريعة العلاج تم نقلهم مؤخرا إلى أماكن غير معروفة، وذلك تزامنا مع نقل أعداد كبيرة من عناصر الإرهاب التي حطت رحالها في تركيا إلى مخيم أقيم لإيواء الإرهابيين في منطقة هاتاي. أما في لبنان فتكشف صحيفة الانتقاد أن شقيق أحد نواب عكار يقوم يوميا بنقل 5 مسلحين عبر سيارته التي تعود لمجلس النواب إلى بلدة حنيدر الحدودية، حيث يتم تهريبهم عبر الحدود للقتال في سوريا. وفي كشف جديد للحقائق يعود مراسل التلفزيون الهولندي جان إيكلباوم وفي تقرير جديد له من حمص هذه المرة لينقل بالصوت والصورة شهادات المدنيين حول جرائم العصابات الإرهابية في باب عمرو وغيرها من المناطق. إيكلباوم يؤكد أن عشرات المدنيين تعرضوا للقتل والتنكيل والخطف مما تسمى بكتيبة الفاروق بسبب رفضهم التظاهر ضد النظام، وأن من هرب منهم إنما بفعل الإرهابيين، مشيرا إلى أن هذا هو الوجه الآخر للحقيقة والذي تتغافل عنه وسائل الإعلام العربية والغربية عن سابق إصرار وترصد. لأنه بيطلع معهم مثلا بالمظاهرات تحمل سلاح أو إرهابيون وجرائم يندى لها جبين البشرية، إلا أن هناك من يغذيها بالمال والسلاح. السعودية وقطر تنافست كل منهما في دعم عناصر الإرهاب المتطرف في سوريا، وأطلقتا العنان لأبواق إعلامهما لشن حرب بلا هوادة ضد سوريا وقيادتها، متجاهلين
أن من يقرع الباب لابد من أن يلقى الجواب. يتحدثون عن الفساد في سوريا، فماذا يقولون في هذا؟ $1,000,000 ترش على مغنية في ليلة واحدة. أما الرجل الكريم هذا فهو ابن شقيق الملك السعودي. ومن صفوفهم يخرج أحد أركان وأعمدة قبيلة العجمان ليتحدى آل سعود ويفضح فسادهم. الحزلين والعجمان يعرفون أني دخلت مع آل سعود في صولات وجولات، وكنت أرى البلد ينحدر في كل شيء، بطالة وجريمة وفقر ومخدرات وفساد أخلاقي وفساد إداري وفساد قضائي، وأسوأ من هذا جرأة على الدين وتدمير العلاقات بين الناس حتى صار الإنسان ما يغار على عرضه. وعن قطر، هذه شهادة جديدة من توفيق عكاشة على قناة الفراعين. الأخ اللي بينادي بحرية وديمقراطية اللي هو الفيل أبو شنب يعني بيقول إن هو ينادي بحرية وديمقراطية. طيب إحنا عايزين نشوف مظاهر الديمقراطية عنده في بلد، نلاقيه إن هو انقلب على أبوه سنة 1995، وإن أبوه انقلب على جده قبل كده. دولة ما فيهاش برلمان، دولة لا يوجد فيها ما لا يوجد فيها دستور، دولة لا يوجد فيها مؤسسات، دولة تحكم بنظام مالك عزبة، شعب يحمل أنينا من عدم وجود أي نوع من أنواع الديمقراطية. أما السوريون فلم تختزل مواقفهم داخل سوريا، بل امتدت لأنحاء العالم، حيث مسيراتهم ومواقفهم التي أربكت كل من حاول النيل من صمودهم وقيادتهم. ولعل تصديهم لروبرت فورد في عقر داره في لوس أنجلوس خير دليل على أن سوريا صامدة وستنتصر. هذا السفير